شاي جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بظهور 2 اخوات هم اوين واوزلت. وقتها كانوا بيدفنوا امهم جنب بيتهم، واوين بيقول انها كانت شديدة وصعبة ولكنها عرفت تطلعهم اقوياء ويقدروا يستحملوا المصايب. ساعتها بيسمعوا صوت عربية ماشية على الطريق، اول لما بتوصل جنبهم بتتعطل، فاوين بيقول ده احنا رزقنا بيجري ورانا يا اوزلت، وده لانهم يا صديقي ببساطة شديدة بيصطادوا البشر. واللي بيكونوا في العربية هم زوجين ستيف وسيليا، وكانوا على طريقهم لمكان يقضوا فيه الأجازة. أما العربية بتعطل، ستيف بينزل يبص على الموتور. ساعتها سيليا بتحس إن في حد بيتحرك حواليهم، فبتتلفت كده تشوف مين، لكنها مش بتلاقي حد، ومع ذلك برضه بتكون خايفة جدا. فبتنادي على ستيف تقوله إنها حاسة بوجود حد. في اللحظة دي بيجي أوزولد من وراه وبيضرب على راسه وبيقتله. وعلى ما سيليا بتنزل من العربية بتلاقيه اختفى، فبتقرب من ستيف وهي بتعيط، فبيجي اوزولد من وراها يكتم بقها وبيخطفها على البيت وبيحبسها جوه مكان يشبه الاسطبل كده، وبيربط ايديها في سلسلة نازلة من السقف، وبيكون كاتم بقها برضه عشان ما تعملش اي صوت. وبيدخل عليها اوين وبيقول لها انها تقعد معاهم هنا شوية حلوين كده، وبيقول لها كمان انه هيمشيها على نظام معين، ولو ما نفذتش الأوامر هيعذبها. وكمان بيقول لها إنها ممنوع تتكلم، ولو اتكلمت هيقطع لسانها حرفيا، وبعدين بيسيبها وبيمشي. وقتها سيليا بتسمع صوت وحش طالع كده من ورا الباب مقفول، وبتخاف أكتر وأكتر. في الوقت ده أوزولد بياخد جثة ستيف وبيقطعها بالسطور حتة حتة. وبعد كام شهر يا صديق من الأحداث المرعبة دي بنشوف أوزولد وهو حابس سيليا جوه قفص زي الحيوانات بالظبط، وبتكون حامل، وهو بيديها كوباية لبن تشربها، وهو بيهتم بتغذيتها لأنها حامل منه وعاوز صحتها تبقى كويسة لحد لما تولد ابنه. وبعدين بيخرجها من القفص عشان ترتاح شوية، ولكن بيربطها من ايديها، والبنت بتكون عندها حالة من الحزن واليأس الشديد جدا. بعدها على نفس الطريق ده بنشوف مجموعة شباب وهم مايك وكريس وجينا وتايلور، وكانوا في طريقهم لقرية سياحية يقضوا هناك الأجازة. وزي ما كلنا متوقعين العربية بتعطل منهم، فمايك بينزل يشوفها وبيلاقي المبرد ولع من شدة الحرارة، وبيقول لهم انه يمشي شوية يمكن يلاقي ورشة تصليح او اي حد يجي يسحبهم لأقرب ورشة. وبيقول لجينا تروح معاه لأنها حبيبته، فهي بترفض وشكلها متضايقة منه. فتايلور بتقول لها هي ليه عملت كده، فجينا بتقول لها انها شاكه فيه انه بيخونها، وتصرفاته صراحه بقت مريبه، عشان كده هي مش طايقاه. فتايلور بتقول لها قشطه خلاص هروح انا معاه عشان ما يبقاش لوحده في الطريق الساكت ده. وبتقول لكريس حبيبها يفضل هو مع جينا عشان ياخد باله منها. وبعد شوية وقت جينا بتحتاج انها تفك حصرتها في الغابة، فكريس بيقول لها انه هيروح معاها يأمنها، لكن هي بترفض وبتدخل الغابة لوحدها. اثناء ما هي ماشية بتتكعبل في حبل كده، وبتلاقيه انه زي فخ، وفعلا هو بيكون فخ لانه متوصل بجرس جوه بيت الاخين المجانين دول، واول ما حد بيلمسه الجرس بيرن عندهم، وبالطريقة دي بيصطادوا الفريسة بتاعتهم بكل سهولة. بنروح بعد كده المايك، وتايلور بتقول له ان جينا شاكه فيه انه بيخونها، ولو فضلت تراقبك هتعرف وش انك بتخونها معايا، وبتقول له انهم لازم يخلوا بالهم من تصرفاتهم قدامها. فعشان هي ما تاخدش بالها بقى بيروحوا يقعدوا مع بعض على انفراد كده جوه الغابه. ساعتها بيجي اوزولد يصورهم، فهم بيسمعوا صوت الكاميرا ولكن مش بيشوفوا حد. فمايك بيخاف جدا وبيفتكر ان كريس شافهم وصورهم لانه غاوي تصوير، ولكن تايلور بتطمنه وبتقول له ما يخافش لانها متاكده ان هم مش هيجوا وراهم. بس برغم كده الواد كان متوتر فشخ وبياخدها وبيكملوا طريقهم. اما جينا فبتكون راجعه تاني على العربيه، وبالصدفه بتشوف بصمه ايد مطبوعه بالدم على جذع شجره، وبيكون واضح عليها انها قلانه. فبتروح تقول لكريس على اللي شافته. هو بيقول لها يمكن حد كان بيصطاد ومسح الدم في الشجر عادي يعني. فبتقول ان ده مش موسم صيد ولا حاجه، وانها قلقانه جدا. فكريس بيروح يصور الشجره دي والمكان كله عشان بيحب يوثق كل حاجه. اما بيرجع بيقول لها ان الوضع مريب فعلا، لكن هم مش في ايديهم حاجه يعملوها غير انهم يستنوا مايك يرجع وياخدهم ويمشوا من هنا. اما مايك وتايلور فبيكونوا وصلوا عند ورشه لصيانه العربيات اخيرا. اما بيدخلوا ولسوء حظهم بيستقبلهم اوين لانه بيكون هو صاحب الورشه دي يا صديقي. فمايك بيقول له عن المشكله اللي في العربيه، واوين بيقول له انه ما عندوش قطع غيار لنوع العربيه دي، وبيقترح عليه انه يشوف جرار يسحبها لحد اقرب ورشه. فمايك بيقول له انه ما يعرفش حد هنا، فاوين بيعمل معاه الواجب وبيكلم صديقه ويلارد وبيقول له يروح يسحب العربيه من مكانها ويجيبها لحد هنا عشان ياخد مايك وتايلور ويوديهم مطرح ما هم عايزين.
في الوقت ده جينا وكريس كانوا قاعدين في العربية، وفجأة بيجي أوزوالد يصوره من بعيد، فكريس هو كمان بيصوره ولكن مش بيقدر يلقط وشه كده كويس لأنه بيجري جوه الغابة بسرعة. وطبعا الشباب بدأوا يخافوا أكتر وأكتر. بنرجع تاني لجينا اللي بيكون زهق جدا لأنه عدى وقت طويل ولا الجرار جاب العربية ولا أي حاجة حصلت، وكمان بتكون مش مرتاحة لأوين وحسها شخص مريب كده، وبتقول لمايك يقوم يمشوا ولكن هو بيرفض، فبتمشي هي وبتسيبه. هو بيدخل جوه يدردش كده مع اوين، فبيلاقيه شغال في جزء من عربيه قديمه وبيكونش عارف يفكها، فمايك بيعرض عليه يجرب يفكها وفعلا بيقعد يشتغل فيها، فاوين بيغفله وبيضربه بحته حديد على دماغه والواد بيفقد الوعي. بعد شويه تايلور بتتوه ومش بتعرف ترجع عند العربيه لوحدها، فبترجع تاني الورشه ولكنها مش بتلاقي مايك، فبتسال اوين هو فين، فبيقول لها انه جوه الحمام في اخر الورشه، فبتدخل تتاكد انه جوه لكنها مش بتلاقيه، فبتحس ان في حاجه غلط وبتاخد حته حديده وبتطلع بره، فبتتفاجئ ان باب الورشه مقفول بالمفتاح، وفجاه بيجي اوين من وراها وبيضربها على راسها وبتفقد الوعي هي كمان. وبعد كده بنشوفها هي ومايك مربوطين جوه اوضه، واوين فضل يعذب مايك شويه ويكهربه، وفي الاخر بيسيبه وبياخد تايلور وبيمشي من مكان. في الوقت ده بتكون جينا وكريس اخدوا بعضهم وراحوا يفتشوا على الشباب لانهم خافوا جدا ومحتاجين انهم كلهم يبقوا مع بعض. ولكن في الطريق بيلاقوا صورة مرمية في الارض، او يبصوا فيها بيلاقوا ان دي الصورة اللي صورها أوزوالد لمايك وتايلور وهم في وضع مش تمام، فالشباب بيتصدموا أما بيعرفوا إنهم بيخونوهم، وكريس بيفضل يعيط على خيبته يا عيني. ساعتها بيخرج أوزوالد من الغابة وفي ايديه سكينة، وبنلاحظ إنه شخص مش طبيعي، يعني عنده توحد ومجنون في نفس الوقت. المهم الباشا بيهجم على كريس وبيوقعه في الأرض، فجينا من خوفها بتجري جوه الغابة، وكريس كان بيحاول يقوم يجري هو كمان، ولكن أوزوالد بيقطع له رجليه وبيسيبه وبيجري ورا جينا، بس هي بتنجح انها تهرب منه وهو مش بيلاقيها، فبيرجع تاني عند كريس يضربه على راسه والواد بيغمى عليه. وبعدها بنشوف جينا وهي خارجه من الغابه وبتشوف عربيه بتقرب منها وبتفرح قوي انها لقيت حد يساعدها، وبنكتشف ساعتها انها عربيه اوين، وبكده بتكون وقعت نفسها جوه المصيده يا معلم. المهم اوين بيوقف لها، هي بتقول له على اللي حصل وانها عاوزه تتصل بالشرطه، فاوين بيقول لها تيجي معاها البيت عشان تستخدم التليفون. شوف يعني بالفقاقه يعني لازم تيجي البيت عشان تستخدم التليفون، فبتركب معاه عيني وبياخدها وبيمشوا، وهما بيوصلوا بيقول لها تدخل تتصل بالشرطه يلا، فجينا بتدخل وفجاه بتلاقي اوين داخل وراها وفي ايديه بندقيه، وساعتها بتعرف انه يبقى شريك اوزوالد في المجزره اللي بتحصل دي، واوين بيقول لها نفس الكلمتين اللي قالهم لسيليا وبيفهمها القواعد اللي هتمشي عليها من هنا ورايح، وبعدين بيجبرها انها تروح تشيل تايلور من العربيه وتدخلها البيت، وبعدها ما بتنفذ كلامه وبيضربها ضربه قويه جدا والبنت بتفقد وعيها. وبعد شويه البنات بيفوقوا وبيلاقوا نفسهم مربوطين من ايديهم في سلسله نازله من السقف، وبيكون اوين واقف قدامهم وبيقول لهم انهم على جمالهم ده اكيد طعم لحمهم هيبقى لذيذ، وبعدين بيفهمهم انه هو واخوه مش بياكلوا لحم البشر، انما هم عندهم وحش بيحب اللحم البشري جدا، وعشان كده هم بيصطادوا البشر عشان ياكلوه اللي هو بيحبه. وبعد ما بيخلص راغي بينادي على اوزوالد يجيب كريس ويدخل الأوضة، فأوزوالد بيجيب الواد وبيكسر له رقبته قدام البنات وبيقتله، وطبعا البنات بينهاروا وبيفضلوا يصرخوا، فأوين بيرعبهم أكتر وبيهددهم إنه هيقطع لسانهم لو نطقوا، وأما بيسكتوا بيسيبهم وبيخرج. وبره بنشوف اوزوالد وهو ماسك جثة كريس وبيقطعها بالساطور، اما اوين فبياخد العربية وبيروح على الورشة يجيب مايك. ساعتها البنات بيلاحظوا ان السلسلة اللي مربوطين فيها متهالكة جدا جدا، فبيفضلوا يشدوها بكل قوتهم لحد لما بتفك من بعضها. وقتها اوزوالد بيسمع صوت هبد ورزع، فبيدخل يشوف فيه، اما بيدخل مش بيلاقي البنات لانهم بيكونوا مستخبيين، اما بيبعد عن الباب هم بيخرجوا وبيقفلوا عليه من بره وبيهربوا من المكان ده بسرعه، واوزوالد فبيقدر انه يفتح الباب وبيخرج وهو متعصب جدا. اما البنات فبيوصلوا لمكان العربيه العطلانه، وهناك بيلاقوا الجرار واقف هناك اللي المفروض اوين يكلمه عشان يسحبهم، وما بيقربوا منه بيلاقوا ويلارد سواق الجرار وبيحكوا له اللي حصل لهم وبيترجوا انه ياخدهم بعيد عن هنا، فويلارد بيوافق يساعدهم وبيسحب العربيه وبيوصل بيهم لمكان مهجور جوه الغابه، وبعدين بيروح يثبتهم بالمسدس وبيخليهم ينزلوا من العربيه. وبنعرف ساعتها يا صديقي انه يبقى شريك اوين واوزوالد في كل الجرائم دي، وبياخد البنات عشان يرجع بيهم على البيت تاني. وما في الطريق اوزوالد مجنون بيظهر فجأة من وسط الأشجار وبيشق بطن تايلور بالسكينة وبيطلع أحشائها بره جسمها حرفيا، فجينا بتنهار جدا من المنظر اللي شافته وفضلت تعيط وتصرخ.
بعدها ويلارد وأوزولد بيرجعوها على البيت وبيدخلوها في نفس الأوضة اللي فيها سيليا، وبيبدأ ويلارد يتخانق مع أوزولد إنه قتل تايلور، وبيقول له أنت كده بتهدر في البضاعة يا اسطى، المفروض ما نقتلهمش كلهم مرة واحدة، والمفروض إنهم بيسيبوا الستات عايشين فترة عشان يعتدوا عليهم وبعد كده يقتلوهم. ساعتها أوزولد بيتعصب جدا على ويلارد بسبب طريقة كلامه وإنه بيتعصب عليه وحرفيا كان هيضربه، فويلارد كان عاوز يقتله ولكنه بيخاف منه وبيسيبه وبيمشي. اما الدنيا بتهدى كده جينا بتلاحظ وجود سيليا معاها في الاوضه، اما بتتكلم معاها بتلاقي سيليا مش عارفه ترد عليها لانهم قطعوا لسانها، فجينا بيكون معاها حته شفره وبدات تفك الرباط اللي مربوطه بيه سيليا وبتديها الشفره تكمل هي، وجينا بتقوم تراقب الوضع، فسيليا بتكون يائسه جدا بعد كل المعاناه اللي عاشتها دي، فبتطعن بطنها عشان تقتل الجنين وبعدين بتطعن رقبتها طعنه قويه جدا وبتموت. طب ما كنت تقتلي نفسك من الاول خلاص وريحينا يعني. المهم أوزولد بيسمع الصوت وبيدخل يشوف ايه اللي حصل، اما بيلاقي سيليا ماتت بيتجنن وبيصرخ وبيعيط لانه فقد ابنه حبيبه اللي مستنيه يتولد بفارغ الصبر. طبعا بيكون فاكر ان جينا هي السبب في اللي حصل، فبيضربها في وشها بعنف شديد لحد ما بيغمى عليها يا عيني. بعدها اوين بيرجع البيت وبيلاقي بنتين ماتوا والتالتة مغمى عليها، فبيتعصب اكتر وبيفضل يزعق لأوزولد وبيقول له انت فاشل وبوظت كل حاجه، فأوزولد بيتجنن عليه وكان فاضل له تكه ويقتله، فأوين بيجيب ورا وبيخاف منه جدا وبيفضل يغني له اغنيه هو بيحبها عشان يهدى، سيكاها سيكاها سيكاها. وبعد ما أوزولد بيهدى بيسيب المكان وبيمشي، وأوين بيدخل الأوضة اللي فيها سيليا عشان ياخدها قطعها ويخليها جاهزة على الأكل على طول. ساعتها جينا بتكون فائت وهربت من غير ما هو يحس وبتروح على العربية، وهناك بتلاقي مايك مربوط جوه العربية وبيكون فاقد الوعي، فجينا بتفوقه وبعدين بتفكه وبتقول له يلا بينا نهرب، فمايك بيرفض انه يمشي وبياخد البندقية اللي في العربية وبيقول لها انه لازم ياخد حقه من اوين ويقتله، فجينا بتقول له انهم 3 اشخاص مجانين وان رجعت لهم هيخلصوا عليك، لكن هو مش بيهتم وبينفذ اللي في دماغه، فهي بتخاف تسيبه لوحده وبتروح معاه، وبيوصلوا عند المكان اللي الشباب بيقطعوا فيه البشر، وهناك اوين بيكون مستخبي وبيظهر فجأة وبيكون عاوز يقتل مايك بالساطور، ولكن مايك هو اللي بيضربه طلقة وبيقتله. ساعتها ويلارد بيوصل وبيضرب مايك طلقة وبيقتله هو كمان، فبتيجي جينا من وراه وبترشق الساطور في دماغه وهو كمان بيموت. ساعتها أوزولد بيوصل وبيلاقي أخوه وويلارد أموات، فبيدخل يفتح الباب للوحش اللي عايش معاهم، اللحظة المنتظرة يا صديقي، وبيقول له يقتل جينا، فجينا بتجري بسرعة وبتروح تركب العربية وبتقفل على نفسها كويس، والوحش جري وراها وبقى يحاول انه يدخل جوه العربية، فأوزولد بيضرب طلقة على الشباك، وهنا الوحش بيدخل جوه وبياكل جينا وهي كمان بتموت، ومش بيفضل حد عايش في المكان المريب ده يا صديقي غير أوزولد المجنون وصديقه الوحش. لحد هنا تنتهي أحداث القصة. عارف إنكم بتحبوش الأحداث اللي نهايتها كده حزينة، ولكنها حاجة مختلفة كده عشان أفاجئكم، مش كل مرة يعني أي فيلم رعب في الآخر يعيش مثلا من ضمن 5 كده اللي هم الصحاب يعيش واحد في الآخر، لا احنا لازم بقى دلوقتي كل يموت ونعمل نهايات مختلفة يعني عشان يبقى فيلم ممتع. المهم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي، يلا سلام.